السلام عليكم، فيديو جديد مع وصفة جديدة. نتمنى تكونوا بصحة جيدة واحوالكم طيبة. غنقترح لكم في هذا الفيديو ان شاء الله طريقة التحضير ديال البراونيز او الوصفة ديال البراونيز اللي كيجي على هذا الشكل هذا. كيجي رائع جدا، كيجي خطير في المذاق، مكونات اللي هي بسيطة جدا واقتصادي وغادي يعجبكم بزاف. راني عارفة الاكثرية والاغلب كيحماق على الشوكولات وكيحماق على البراونيز. كيجي معلك، كيجي هذا هو الشكل ديالو من الداخل كيفاش كتشوفوا التعليكه. صراحه كتكون فيه واحد التعليكه خطيره، هانتوما شوفوا معايا. كيجي معلك ورائع جدا ولذيذ بزاف بزاف، والطريقه ديالو سهله جدا وغير مكلف، اقتصادي وكيجي لذيذ. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المكونات وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. ولا كنتو غتشوفوا القناه لاول مره، ما تنساوش الاشتراك والضغط على زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. ونبداو على بركه الله في مكونات التحضير ديال هاد البراونيز هذا. اول حاجه عندي هنايا واحد 125 غرام ديال الزبده مع 200 غرام ديال الشوكولاط. من الاحسن الا كانت الشوكولاته سوداء، يعني فيها نسبه الكاكاو عالي، يكون احسن. ما كانش ماشي مشكل، استعملوا اي نوع ديال الشوكولاط بغيتو. غنديرهم فوق النار حتى يذوبوا ليا مزيان. وهنا في هاد البول هذا غادي ندير جوج ديال البيضات اللي كيكونوا بحراره المطبخ. غادي نزيد عليهم ساشي ديال الفاني اولا السكر الملسم بالفاني. غادي نزيد واحد القبيصه ديال الملحه لتصحيح الذوق. بطبيعه الحال هذه حاجه اللي ضروريه. وغادي ندير هنا واحد نص كاس ديال السكر الخشن. الا بغيتو ديروا كاس ديروا، ولكن من الاحسن ما تكثروش بزاف السكر لانه دايرين كميه كبيره ديال الشوكولات باش ما يجيكمش تاني حلو بزاف. انا درت هنايا كاس ديال نص كاس عفوا ديال السكر. غادي ديال السكر سنيده. غادي نطرب مزيان هذاك البيض مع السكر حتى كيضاعف الحجم ديالو شي شويه، كيذوب ليا هذوك الحبيبات ديال السكر سنيده. الا بغيتو ديروا الخليط الكهربائي من الاحسن باش يطلع لكم البيض مزيان. انا هنا غادي نستعمل غير الخلط اليدوي، وغادي نخلط به مزيان داك البيض مع السكر. هنا من بعد ما طربت البيض مزيان وداب ليا هذاك الشوكولات مع الزبده، غادي نخوي الخليط ديال الشوكولات والزبده على الخليط ديال البيض. وغادي نضيف هنا جوج اكياس ديال الكاكاو المر. بالاحسن ديروا هذا النوع هذا، يعني ما ديروش داك النوعيه ديال الكاكاو ديال العبار، تيكون صراحه خايب، ما كيكونش المذاق ديالو زوين. هذا كيكون المذاق ديالو مركز فيه النكهه ديال الشوكولاته، كيكون المذاق ديالو زوين. درت جوج لي ساشي ديال الكاكاو وغادي نخلط كلشي مزيان. وفي هذه الاثناء كنشعلوا الفران على 125 على 180 درجه من الاسفل ومن الاعلى، لان البراونيز كندخلوا الفران اللي كيكون سخون، ما كندخلوش الفران اللي تيكون بارد. كنشعلوا على 180 درجه من الاسفل ومن الاعلى. واللي عندها الفران ديال الغاز كديروا عافيه متوسطه، يعني متوسطه، وكتخليو الفران ديالكم حتى كيسخن مزيان وكتدخلوا البراونيز باش يطيب. هنا بالنسبه للدقيق عندي هنا 3 المعالق كبار ديال الدقيق بالعبار، معالق كبار عامرين مقببين. كنغربلوهم مزيان. الدقيق اللي كيكون خاص بالحلويات بطبيعه الحال غادي نضيفو تدريجيا. وانا كنخلط الخليط ديالي. البراونيز ما كيكونش فيه الخميره، لذلك شفتيني ما درتهاش. البراونيز ما كيديرش فيها الخميره ديال الحلويات باش كيجي معلك. هنا عندي الكميه اللي بقات ديال الدقيق، كما قلت لكم عبره 3 المعالق كبار ديال الدقيق، ولكن صراحه ما كفاونيش. غتشوفوا معايا القوام ديالو من بعد. غادي نزيد مزال واحد الملعقه كبيره لانه جا شويه خفيف جاري، ما خصوش يكون جاري، العجينه تكون شويه ثقيله. هنا كما كتشوفوا العجين كيسح شي شويه. غادي نضيف باقي واحد المعلقه كبيره عامره ديال الدقيق. في المجموع عندنا دابا 4 المعالق كبار ديال الدقيق، بحال قلتو كاس عنبه تقريبا ديال الدقيق. هنا غنضيف ملعقه كبيره اخرى صافي، وغادي نكتفي بهذه الكميه هذه.
صافي هانتوما القوام ديالو كيفاش كيجي. هنا غادي ناخذ واحد المول، بطبيعة الحال تقدروا ديروا اي مول بغيتو. هنا دهنته بالزبده، ما كيلصقش ليا هاد المول هذا. الا كان عندكم مول كيلصق فرشوا ليه بابي كويستون. انا هذا ما كيلصقش، دهنته بالزبده ما عرفتش 6 دقائق، ما كاينلاش لانه كما قلت لكم ما كيلصقش. الا عندكم مول كيلصق فرشوا ليه بابي كويستون، وعاد خويو فيه الخليط ديال البراونيز. انا غادي نخوي الخليط ديال البراونيز وغادي نحاول نقادو مزيان في المول ديالي بسباتول. وفي هذه المرحله هذه انا غندير هنا الشوكولات، قطعه ديال الشوكولاته. الا كان عندكم مكسرات تقدروا ديروا كركاع، اللوز، تقدروا ديروا الكاجو، تقدروا ديروا اي نوع ديال المكسرات كان متوفر عندكم، الكاوكاو، حبيبات الشوكولاته السوداء، يعني اللي كان عندكم في المكسرات تقدروا ديروهم. انا هنا كان عندي غير الشوكولاته صراحه ودرتو. صافي غنديرو على الوجه ديال البراونيز وغادي ندخلو الفران كما قلت لكم مشعول على 180 درجه من الاسفل ومن الاعلى، وما كياخذش وقت في الطياب بزاف. ردوا البال، فقط كنخليوه في الفران واحد المده ديال 15 دقيقه بالحساب، يعني كنخرجوه ما كياخذش وقت طويل باش كيجيكم معلك. لحقاش الا خليتوه في الفران بزاف مده طويله اكثر من 15 دقيقه غادي يجيكم بحال الكيكه، غادي يجي ناشف وما غاديش تجي فيه ديك التعليكه كما كتشوفوا. هو القوام ديالو بعد ما خرجته من الفران كيجي بحال هكا، كتجي فيه ديك القشره لامعه من الفوق. هذا كيدل على انه البراونيز ديالكم راه ناجح 100%. كيجي هذا هو الشكل ديالو. التعليكه صراحه كتجي خطيره جدا، كيجي لذيذ بزاف، رائع جدا. ها هو كما كتشوفوا معايا من الداخل قطعته لكم باش تشوفوه. هنا كتقطعوه مربعات صغيره اولا كبيره على حسب الذوق ديالكم. كيجي صراحه لذيذ بزاف وزوين، تفرحوا به وليداتكم غيعجبهم بزاف بزاف. غير جربوا هاد الوصفه هذه غتعجبكم. كيجي صراحه لذيذ، وكما شفتوا معايا بمكونات الاقتصاديه وسهل في التحضير ديالو، ما كيطلبش منا وقت طويل. وكنعاود نذكركم ما تخليوش بزاف في الفران، 15 دقيقه ما تفوتوهاش، لحقاش باش يجيكم معلك. الا فات المده المده ديالو في الطياب كيجي ناشف وما كيجيش بحال هكا فيها التعليكه هذه. الا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلايك، كومونتير زوين بحالكم، وبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء ديالكم والاحباب كي تعم الفائده. وبسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله مع وصفه جديده. مع السلامه. وبالنسبه للناس اللي ما كيجيهمش الاشعارات ديال الفيديوهات ديالي، تزابوناو من القناه وعاودوا تابوناو باش يوصلكم الاشعارات او لا داكشي فيديو جديد. وشكرا على المشاهده ديالكم.